دي وحده من بين الاغلاط اللي كيديروا الناس ملي كيكونوا في النظام الغذائي ولا كيكون الهدف ديالهم انهم ينقصوا الوزن وداكشي اللي دايرين في بالهم. واحد الغلط اللي هو نسميوه غلط خفي ما كيردوش ليه البال ولكن عنده واحد التاثير اللي هو كبير. بزاف ديال الناس فيهم ديك القاعده ديال انه الا جا الجوع مثلا كياخذ شويه ديال اللوز والكركاع، اولا في ديك القاعده ديال كياخذ اللوز والكركاع مع اتاي. بغيت غير نقول لك الا لاحظتي في هذه التصويره هذه شوف شحال ديال اللوز وشحال ديال الكالوريز فيه، راه هذا هو المشكل فين كاين. راه شي حوايج بساط فيهم كميه صغيره اللي ما غتسكت لك لا جوع لا والو، وكتدخلوا مع واحد الكميه كبيره ديال الكالوريز. اللوز مزيان يعني فيه فوائد فيه، ولكن راه الكميات راه فيها واحد العلامه استفهاميه كبيره مقارنه. كاين شي حوايج ممكن يشبعوك ولكن فيهم كالوريز صغار، بحال دابا نقول ناخذ الفريز مثلا ولا التوت ولا هذا بصفه عامه، كميه كبيره منه فيها غير شويه ديال الكالوريز ولكن ممكن انها تشبعك، بالاضافه لعند فيها الياف وبزاف ديال الحوايج. يعني هذه من الحوايج اللي ممكن الناس بزاف كيردوا لها البال. وهاد القضيه ديال اللوز والكركاع مع اتاي ودير في الجيب وشد كمشه في يدك وكل، كاينه في الناس بزاف ولكن راه ما يردوش لها البال. وراه وحده من بين الاغلاط الخفيه نقدروا نسميوها. ردوا البال ان شاء الله.